بيان إلى الرأي العام العالمي بعد محاولات كثيرة باءت بالفشل من قبل الدولة التركية الفاشية، والتي حاولت من خلالها كسب التأييد الدولي لضرب مناطقنا الآمنة في شمال وشرق سوريا. وفي ظل الغياب المبرر لهذه العملية، قامت المخابرات التركية بتأليف وكتابة وإخراج فيلم وصف بأنه من أفشل الأفلام إخراجاً، والذي تضمن تفجير اسطنبول، حيث استخدمته الدولة التركية النازية ذريعة لها لضرب مناطقنا الآمنة، بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من أمريكا وروسيا، مستخدمة 50 طائرة حربية و20 مسيرة، حيث قصفت بشكل عشوائي ووحشي المناطق المأهولة والآمنة، مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى، معظمهم من المدنيين، وخلفت أضرارا مادية كبيرة. كل ذلك يأتي بعد الإفلاس الكبير للسياسات التركية الرامية إلى القضاء على مشروعنا الديمقراطي، مشروع الأمة الديمقراطية، والذي رسمه وكتبه الفيلسوف القائد عبد الله أوجلان. هذا الهجوم جاء على مرمى ومسمع الدول الراعية للسلام، روسيا وأمريكا، والتي لم تحرك ساكنا حتى إنها لم تندد بهذا الهجوم، بل على العكس باركته وأثنت عليه. وبالتوازي مع الحملة العسكرية الهمجية، تستمر الدولة التركية بقطع مياه نهر الفرات وحرمان شعبنا من حصته المتفق عليها دوليا. ومن هنا، من مدينة الطبقة الحبيبة، وباسم منظمات المجتمع المدني والاتحادات والغرف التابعة لها، ندين ونستنكر بشدة السياسات التركية الهمجية العدوانية والقصف المستمر على مناطقنا، كما ندين الصمت الدولي الرهيب، ونطالب هيئات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بأن تأخذ دورها الحقيقي وتكبح جماح الطاغية أردوغان، وتطرح قضيتنا المشروعة في المحافل والاجتماعات الدولية. كما ندعو شعبنا البطل بالوقوف إلى جانب قواتنا البطلة، قوات سوريا الديمقراطية، والتي تقدم الغالي والنفيس لحمايتنا، وهي العين الساهرة على راحتنا. ونقولها وبصوت عال بأن دماء شهدائنا الطاهرة لن تذهب سدى، وستكون نهاية أردوغان على يد قواتنا الباسلة، وسنفشل كل المخططات الاستعمارية التي تستهدف مناطقنا الآمنة. كل الرحمة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لمعتقلينا. عاشت مقاومة الشعوب، عاشت سوريا حرة تعددية ديمقراطية لا مركزية، عاشت أخوة الشعوب. الطبقة 22/11/2022.